هاي يا بنات، حبيت اشارككم اليوم مشاعري وافضفض معاكم شوية عشان الايام اللي فاتت حسيت ان انا يعني متلخبطة شوية. فحبيت افضفض معاكم بحيث لو في حد بيمر بنفس المرحلة ان انا بمر فيها حاليا نتشارك ونكتب لبعضنا احنا بنحس بايه. انا من الاشخاص اللي بحب اصحى بدري جدا وبحب يعني اعمل الروتين بتاعي، يعني من اول ما اصحى من النوم. ففضلت فترة كتيرة جدا ان انا مبسوطة بالروتين ده وحاسة ان انا بنجز وحاسة ان انا بحقق اهدافي وبسعى وراء اهدافي، وده احساس جميل جدا. بس على المقابل اوقات بحس ان انا تعبت، انا عايزة اخد كوز اعمل كده وقفة مع نفسي، خاصة ان انا من الاشخاص اللي عندي موضوع التاف لاف. انا قاسية في حبي، يعني حبي مش حنون. فلو اتأخرت شوية عن الروتين بتاعي أو ما بدأتش الروتين بتاعي في الساعات المظبوطة اللي أنا كاتباها لنفسي، بحس إن أنا يعني عندي جلد ذات، وخاصة إن أنا يعني إنسانة منتجة جدا، إنسانة طموحة جدا. فلما بحس إن أنا حتى لو 1%، 5% مش بعمل اللي المفروض أعمله خلال اليوم، ده بيأثر على نفسيتي كتير جدا في بداية اليوم او اليوم كله. يعني انا لو ما صحيتش من النوم بدأت الروتين بتاعي زي القطر كده، بحس ان اليوم ضاع مني. ودي كانت حاجة وحشة جدا بعاني منها الايام اللي فاتت، لان احنا طبيعي يعني ممكن نصحى ايام او اوقات نحس ان احنا جسمنا تعبان، جسمنا محتاج نوم اكتر، جسمنا يعني هو عايز يعمل اللي هو يعمله مش اللي دماغك او اللي انتي حطاه على السكيدول بتاعك او التودو ليست بتاعك. فحبيت ان انا كده اتكلم معاكم في الموضوع ده، بما ان احنا بنات ودايما عندنا احساس ان خاصة البنات الطموحة، وانا عارفة ان كل اللي متابعني بنات طموحة وبنات عايزة تحقق نفسها. بس اللي انا جاي اقوله لكم النهاردة ان احنا المفروض نوقف شوية التاف لاف. انا يعني زي ما قلت لكم، انا حبي لنفسي، انا بحب نفسي جدا بس قاسية على نفسي. فبدأت الايام اللي فاتت اقعد كده واقف، يعني اخد وقفة مع نفسي ان انا لازم اوقف الموضوع ده، لان انا لما كبرت او طفولتي كانت قاسيه. اهلي كانوا بيحبوني بس كانوا قاسيين عليا جدا جدا، او البيئه اللي انا كنت فيها ما كانش فيها افكشن، ما كانش فيها حب، ما كانش فيها ان احنا نبين مشاعرنا، ان احنا بنحب بعض، ان احنا خايفين على مشاعر بعض. احنا كان عندنا من العيله كلها طفله. فلما كبرت اكتشفت ان ايه ده، انا قاسيه مع نفسي ليه كده؟ عشان كبرت في بيئه بت يعني بتقولي ان انت المفروض تكوني قاسية مع نفسك، بتحبي نفسك بس لازم تكوني قاسية مع نفسك. عادي ان احنا ندلع نفسنا من فترة للتانية، ناخد يوم اوف، حتى ناخد اسبوع اوف. انا عشان حياتي ممكن تكون كلها في السفر، ف... فدايما بحس ان انا في فاكيشن مود، بس عشان كده ان انا مش مفروض ان انا ابقى في فاكيشن. يعني في بنات كتير تبعت لي انت ازاي بتعملي ادابتيشن ان انت تغيري من بيت لبيت وتغيري من مكان لمكان وتنامي على سراير مختلفة وتسافري كل شوية مكان جديد. صراحة الموضوع مش سهل خالص، هو يعني هو بروس اند كونز، الموضوع ليه ايجابياته وليه سلبياته. يعني لو قلتي لي دلوقتي ارجعي لحياتك القديمه ان انا افضل عايشه في مكان واحد، بعمل الشغل ان انا اروح الشغل بتاعي من 8 ل 5 او من 8 ل 4 واعيش في مكان واحد، انا بصراحه it's impossible for me ان انا افضل في مكان واحد. انا بحب حياه الحريه، ان انا كل شويه بغير مكان. بس على الجانب الاخر دايما بحس بالارهاق ما بين مكان ومكان. يمكن انا حطيت لنفسي سيستم شويه ساعدني كتير جدا يا بنات، وان انا يعني كل حاجه بكتبها بالقلم والورقه، وعندي ابلكيشن منزلاه على الموبايل بتاعي. هو ده يعني لما بحط السكيدول بتاعي بحط كل التاسكات، بحط كل المهام اللي المفروض اعملها في اليوم على الموبايل. فالموبايل هو اللي بيديني تنبيهات، فبحس ان انا بفضي دماغي، مش دماغي مش مسحومه بالافكار. انا اي فكره اي حاجه عايزه اعملها بحطها على الكالندر، بحطها على الابليكيشن ده، واحط لكم لينك الابليكيشن في صندوق الوصف بحيث ان انتوا كمان تستفيدوا منه. نزلوه على موبايلكم وحطوا كل الاهداف بتاعتكم سواء صغيره او كبيره. احساس ان في افكار كتيره جدا جدا مسحومه في دماغنا، دي بتاثر على البرودكتيفيتي بتاعتنا، يعني على الانتاجيه بتاعتنا خلال اليوم. بنحس ان احنا يعني
كأننا كده عندنا اسيستنت هو اللي بيظبط لنا مهام اليوم وبيرتب لنا افكارنا، او بتفضي كل افكارك، حد كده بتفضفضي معاه فبتطلعي كل افكارك معاه. فانت عارفه ان الابلكيشن ده هو كاتب يعني صديقتك او صديقك اللي بتحكي له كل حاجه، مشاعرك، عايزه تعملي ده وعايزه تكنسلي ده وعايزه تشتغلي او تقوي نفسك في ده. فحلو جدا ان انتوا تنزلوا الابلكيشن ده، لان هو ده اللي بيظبط لكم كل مهامكم. تاني تريك انا بعملها ان ازاي يعني حتى لو انا صحيت متاخر في مود مش مظبوط، انا من الاشخاص اللي بصحى بطلع اجري، فاوقات بحس ان انا مش قادره، يعني مش عايزه اطلع اجري النهارده، الجو حر او جسمي مش مساعدني، خاصه ان احنا بنات بيكون عندنا البريود بتجيلنا فيها كذا سايكل، 4 سايكلز او 4 فيزز، سوري 4 مراحل. ففي اوقات بنحس ان احنا طاقتنا عاليه جدا ونقدر نروح الجيم ونشيل حديد ونكسر الدنيا، والاسبوع اللي قبل البريود ده صعب جدا ان الواحد بيكون يعني يعرف يكون بنفس الطاقة اللي بعد ما البريود بتخلص. يعني هتلاحظوا دايما ان بعد البريود ان عندك طاقة، جسمك مشحون بطاقة، بتقدري تجري، بتقدري مبسوطة متفائلة متطلعة بالحياة. أما الأسبوع اللي بعد اللي قبل البريود ده على طول بتبقى طاقتك كسلانة، عندك خمول، عايزة تاكلي حلويات، عايزة تاكلي كاربس كتير، عايزة تقعدي في السرير تتفرجي على موفيز وتشربي الهوت شوكليت بتاعك. يعني انا لغايه دلوقتي بنسى الموضوع ده يا جماعه. يعني فقعدت مع نفسي كده واقفه، قلت لا انا لازم، او يعني انا مش هقسم السكيدول بتاعي على 4 أسابيع في الشهر، انا هقسم السكيدول بتاعي على 4 أسابيع للبريود بتاعتي، احضر للبريود بتاعتي، لان دي من الحاجات اللي بتأثر على نفسيتي كتير جدا يا بنات. ويمكن احنا بننساها او بنتجاهلها، او عشان اعتدنا عليها ان هي حاجة في حياتنا روتين كل شهر بيحصل معانا، بننسى ان احنا يعني مفروض ناخد بالنا. اي نعم انا هنا وزوجي كنا بنتخانق على الجيلو، فبدأت ان انا يعني اقول مثلا انا عايزة حاجة حلوة، طب اكل الحاجة الحلوة اللي تعمل الكريفنج بتاعي، بس في حاجة صحية. والجيلو يا جماعة انصحكم ان انتوا تاكلوه كل يوم، ده عشان الكولاجين، نسبة الجيلاتين. فزي ما قريت ان الجيلاتين او الجيلو او احنا بنسميه جيلي، هو البديل الرخيص للكولاجين. يعني بدل ما تشتري كولاجين غالي، كل جيلي كل يوم، هو نفس الفكرة، وتكليك في صورة حاجة حلوة وتريت. فده حاجة قلتها لكم في النص كده. بس انا من الاشخاص ان هو بدأت زي ما قلت لكم يا بنات بقسم الشهر بتاعي، كنت بقسمه غلط، اللي هو يعني 4 أسابيع هم شبه بعض، اللي هو أصحى بدري أجري، بعد كده أدرس اللغة بتاعتي، بعد كده اخد مثلا شاور بريكفاست، بعد كده ممكن اقعد ادرب، انا بدرب يوجا اونلاين، فدايما بخليها تالت حاجة في اليوم بعد الجري ومذاكرة اللغات. بدرب البنات اللي معايا اونلاين، بعد كده بدرب نفسي، فبحس ان انا على الساعة مثلا 11 12 طاقتي استنفذت. فبدأت اعمل حاجة حلوة، ان انا اخد افترنون ناب، اللي هو اخد قيلولة بعد الظهر. بصراحة يا بنات فرقت معايا كتير جدا، بحس ان جسمي فعلا اتشحن. ده كان احنا الموبايل بتاعنا بنشحنه مرة في اليوم، مرتين، whatever، على حسب استخدامنا. فانت على حسب فعلا استخدام لجسمك، انت محتاجة تشحني جسمك مرة مرتين في اليوم. روحي خدي قيلولة، اسمعي على ويفز معينة زي الثيتا ويفز. ممكن برضو احط لكم ابليكيشن عن المديتيشن، او ان انتوا بس تاخدوا قيلولة، تغمضوا عينيكم، مش تدخلوا في مرحلة النوم العميقة، بس غمضوا عينيكم واسمعوا الميوزك دي. بتبقوا في مرحلة هيبنوزس، يعني بتبقوا كده اللي هم عارفة حد بينيمك بس انتي صاحية بس نايمة. دي بتعلي الفايبريشنز بتاعت جسمك، الانرجي بتاعتك بتتشحن جسمك بعدها. يعني جربوها يا بنات بجد هتفرق معاكم كتير جدا. انا يعني بقول لجوزي، انا لما هو كان الاول بيقعد يقلس عليا ان انت لا انت مش مفروض تنامي الظهر، هيأثر على نومك بالليل، بس اللي هو لما شافني بدون قيلولة او بقيلولة الموضوع جدا اختلف. هو دلوقتي بيقول لي ده ميعاد القيلولة بتاعك، يلا روحي نامي. عشان ايه؟ لان لو ما خدتش القيلولة
باحس إن أنا يعني متزرجنة، متعصبة، مودي وِحِش، باتخانق معاه. أنا هنا بافرّجكم على أوضتي في المكان الجديد اللي دايمًا باقعد فيه، كل فترة كده والتانية باغيّر مكان، فباحب أورّيكم البيوت الجميلة اللي أنا باقعد فيها مجانًا طبعًا. يا بنات أنتم عارفين إن أنا عندي قناة تانية عن السفر، فما تنسوش تشتركوا بالقناة. وبرضه حتى القناة بتاعتي دي بتاعة البنات، أنا عملتها خاصة كده ما بيني وما بينكم عشان نتكلم ونفضفض، أعلّمكم من تجاربي. يعني أنا باشوف إن أنا يعني المفروض أقول لكم حاجات كتير، أعلّمكم حاجات كتير جدًا. أنا كنت أتمنى حد ينصحها لي ويقولها لي في سِن صغير، لإن أنا كنت ضايعة. ما كانش عندي mentor في حياتي يساعدني، سواء أهلي أو حد حواليّا. أنا كنت طموحة بس ما كنتش موجودة في البيئة اللي تساعدني إن أكون أحقق أهدافي. فأنا دلوقتي حابة أساعدكم وآخد بإيديكم إن أنتم تكونوا النسخة الأفضل منكم. فدايمًا هنا على قناتي باكلمكم عن الbusiness، باكلمكم عن العلاقات، إزاي تطوري من شخصيتِك وتزودي ثقتِك بنفسِك، إزاي تكوني إزاي تتعلمي تحبي نفسِك. أنا لغاية دلوقتي عندي مشاكل مع نفسي، يعني عادي، فده طبيعي إن إحنا بني آدمين، لازم نتقبل نفسنا بالحلو وبالوحش. لازم نفهم نفسنا. يمكن إحنا بننسى مع سرعة العصر اللي إحنا عايشين فيه، بننسى إن إحنا محتاجين نقعد مع نفسنا، نقعد نطلّع أفكارنا، نقعد نقول إحنا عايزين إيه، إيه اللي مضايقنا. طب وتطبطبي على نفسِك، يعني نفسِك دي هي يعني عايزة كده تتعاملي مع نفسِك. نحط مبدأ جديد يا بنات مع نفسنا، إن روحنا أو إحنا، يعني تخيلي إن أنتِ وعندِك بنت صغيرة أو بنت أختِك أو ابن أختِك جه قعد معاكِ، هتتعاملي مع الطفل ده إزاي؟ يعني هتسمعي كلامه، هتغيّري حتى نبرة صوتِك اللي أنتِ بتتكلمي معاه مع الطفل ده. فأنا عايزاكِ تتعاملي مع نفسِك كإنِّك الطفل ده. اتعاملي مع نفسِك دايمًا، كلمي نفسِك يعني أنتِ الbaby girl. أنتِ طبطبي على نفسِك، قولي لنفسِك حبيبتي أنتِ عايزة إيه؟ إيه اللي مضايقِك؟ أنا باحب كده فترة والتانية أفصل، يعني وحتى إن أنا قايلة لزوجي إن ده وقتي الخاص. باحب يعني أطلّع لو عندي طاقة سلبية، أنا مش باحب إن أنا أبيّنها لزوجي، أو إن أنا يمكن من الوقت للتاني أحب أتكلّم معاه بما إن هو psychologist، يعني آخُدها على نطاق professional أكتر وأقعد أفضفض معاه، أقول له أنا بافكّر في كذا وكذا وده مأثّر على نفسيتي. بس في الغالب أنا يعني علاجي لا إما أروح أجري وسط الطبيعة، أتمشى، أتأمل جمال الطبيعة، أو إن أقضي يوم في السرير أتفرج على حاجات بحبها، أقرأ كتاب بحبه. الكتب يا جماعة من الحاجات اللي بجد غيرت لي المايند سيت بتاعتي. يعني قراية الكتاب دي رحلة في حد ذاتها. إن أنت تقري كتاب حد كتب مثلا قصة حياته ناجحة. أنا من الأشخاص اللي بحب أقرأ قصص ناجحة، عشان تديني inspiration، تديني كده إلهام، أشوف ده عمل إيه. وهتلاقي معظم الناس اللي نجحت هي جاية من ظروف صعبة، وهتلاقي إن الألم هو والفشل هما أكبر دروس لينا. أنا شخصيتي اتحورت أو اتطورت أو بقيت الشخصية القوية اللي ما بيهمنيش حد دلوقتي، وعارفة إن ثقتي بنفسي بقت 1,000,000% بعد أول يعني درس اتعلمته كان قاسي جدا في حياتي. فبدأت إن هو بعد الدرس ده بتحسي إن أنتِ شخصيتِك بيحصل لها طفرة، إن أنتِ بقيتِ شخصية إيه ده، أنتِ إيه الجبروت اللي فيكِ، أنتِ إزاي بقيتِ شخصية القوية دي. وده دايمًا اللي باعلّمه للبنات اللي بتحجز معايا فيديو كول في أونلاين، أو نحجز ندردش مع بعض. معظم البنات عندها مشاكل، اكتشفت إن هُم بيتكلموا أكتر عن العلاقات، ودي أكتر الكولز لو أنتم حابين تتكلموا معايا استشارة بتعملوا معايا اونلاين فيديو كول. وحطوا لكم اللينك برضو في الديسكريبشن بوكس لو حابين تتكلموا معايا تفضفضوا، بحيث ان انت تقولي لي يعني قصة حياتك بشكل خاص، بشكل برايفت، فانا اقدر اساعدك يعني من خبرتي، لان انا مريت بكل تجارب الحياة وتعرضت لحاجات كتير جدا وحشة في حياتي. كانت درس ليا قوي، خلتني ان ابقى انسانه طموحه، ابقى انسانه اقدر اي مشكله تقابلني دلوقتي انا عارفه ان انا قادره ان انا اعالجها، او ان انا اعدي منها. وكمان لاحظت برضو ان البنات خاصه البنات اللي بتبقى في سن 20 بيبقى مشاعرها رهيفه جدا،
فبيبقى عندهم مشاكل في الثقة دي أكتر حاجة، خاصة على حسب البيئة اللي هم جايين منهم. لو أهلهم فعلا، أنا أهلي كانوا دايما بيحاولوا يدمروا لي ثقتي بنفسي، لأن أنا كنت زي صغيرة كده، كنت فرعون في نفسي، كنت شخصيتي قوية جدا. فكانوا بيستغربوا انت ليه شخصية قوية جدا. فلان انا طلعت في ظروف قاسية، فلا اما كنت اضيع، لا اما كنت اكمل وانجح واحقق كل حاجة انا بحلم بيها. فالفكرة كلها يا بنات ان انتي محتاجة تعاملي نفسك كأنك طفل صغير. فلو طفل صغير انت هتبقي قاسية عليه، هتكلميه بصوت عالي، هتضربيه؟ لا، هتطبطبي عليه، هتحبيه، هتقولي له معلش، طب المرة الجاية هتبقى احسن، ده درس وهنتعلمه فنتفاداه، احنا كده النهاردة اتعلمنا حاجة جديدة غلط مفروض ما نعملهاش. تعاملي مع نفسك، مع الطفل اللي جواكي، كأن طفلك البيبي الأول ليكي. مش لازم يكون عندك بيبي أو يكون عندك طفل حواليكي عشان تبدأي تعامليه بشكل بسيط أو جميل. فنصيحتي ليكم يا بنات دايما حبوا نفسكم كتير قوي 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 قوي، اعتنوا بنفسكم، دلعوا نفسكم بالتريت اللي انتوا بتحبوه، جيبوا النوتيلا اللي انتوا بتحبوها، ودلعوا نفسكم معلقه واحده بس يا بنات، مش كتير. وكلي الزبادي بتاعك، الفلوس بتاعتك، اتفرجي على الموفي اللي انت بتحبيه من وقت للتاني. ما تخليش سرعه الحياه تنسيكي انت بتحبي ايه، خاصة لو انت انسانة طموحة زي ونفسك تحققي احلام كتيرة جدا. فدايما يعني اكتبوا كل افكاركم واهدافكم، وما تعلقوهاش على راجل، ما تعلقوش كل اهدافكم ومستقبلكم على شخص هو اللي هيجي يحللكم حياتكم. انتوا حل حياتكم بنفسكم، وتعاملي مع نفسك كأنها الطفل الصغير جواكي. دي كانت فضفضتي اليوم، اتمنى الفيديو يكون عجبكم واستفدتوا، واتمنى تكتبوا لي تعليقات لو فعلا الكلام ده فاتكم، غير لكم من المايند سيت بتاعتكم شويه. وطبعا اشوفكم في فيديو جديد، وما تنسوش طبعا تشتركوا بالقناه وتتابعوني على الانستجرام. ولو عندكم اي سؤال اكتبوها لي بالكومنتات. ودايما بحب البنات اللي تبعت لي فويس نوت او اي حاجه، تسالني على اي حاجه على الانستجرام، انا دايما بحب اساعد على قد ما اقدر. فاتمنى تكونوا استفدتوا من حلقه النهارده، وطبعا اشوفكم في الفيديو اللي بعد ده. ما تنسوش طبعا تشتركوا بالقناه وتكتبوا لي كومنت حلو تحت. يلا، واشوفكم يومكم جميل سواء انتوا الصبح او بالليل، فاشوفكم في فيديو جديد.